السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي وخواتاتي بفيديو جديد وفي نهار جديد. كورة فايب مع سعد منين دايرتي. اليوم ان شاء الله غادي تعيشوا معايا فيديو لقطات اللي بين لامين يامال وميسي وبقية الرفقاء ديال الاسبان. كيفاش كلشي شفناه كيبغي ميسي، كيفاش كلشي جا سلم على ميسي، كيفاش كلشي جا والسا ميسي، كيفاش كلشي جا بغى يتصور مع ميسي، كيفاش كلشي جا بغى يهضر مع ميسي وبقى فيه ميسي فاش بكى وكلشي. شي كامل غادي نشوفوا في هاد اللقطات، وغادي نهضروا على الماتش ديال البارح اللي سيطرت فيه اسبانيا بالطول والعرض وكانت هي اللي تستحق الفوز. كما شفنا الارجنتين كانت ضعيفه بزاف صراحه. كنتمنى ان الانجليزيه اللي تكون في فينال واننا نشوفوا فينال ممتع ما بين الانجليز والاسبان. ولكن للاسف الارجنتين بانت بوجه شاحب وكانت باغا تمشي على البيلانتيات وتجرب الحظ ديالها، ولكن الاسبان بقاو امنين وفازوا. غنشوفوا دابا لي فيديو مجموعين كاملين في هذه اللحظه. حيت الصوت لا كان اليوم Vivez un voyage sensoriel unique à Casablanca. مسلسلات صيفية كثيرة مكتوب هنا في البارحة لا اعتقد ना हम सफर कोई ना अपना घर यारा لديه Where you go? Where's home? دابا غادي نهضروا مبالغه اللي سبق الماتش كيفاش اسبانيا التي انتهت بالطول بالعرض. العالم كما تعرفون كلشي حتى من الارجنتين يعشقون كرة القدم، لانه من اكثر الدول العشق لكرة القدم في العالم. يعني من الاسبان ما داوهاش غير كان عندهم لاعبين كان هذا هو من الاسباب الكبرى للانخفاض، ولكن ليس هذا فيزيكمون مونطالمون واجدين 100% للذين شاهدوا الخبره بحال رودري بحال لابورت بحال وناي سيمون، يعني مع دراري بحال بيدري بحال لامين يامال بحال مثل الحلقتين ديال اتلتيكو مدريد الجناح لا الايسر يوجد حتى أي هو تغيير. يعني لاعبين كيلعبوا في اعلى مستوى مكونين على التكوين كيعرفوا طريقه اللعب كما رأينا الشخص الذي الذي في في الصورة طريقه اللعب ديال البارسا منذ أصبح زمان. مهووس هذه بدينيس، مسيطرين أصبح بهذا مهووس كما بالبطل. شفنا الطريقه ديالهم. ورأينا ربحوا ثنائية البطل والبطلة ربحوا البرتغال، أنهم ربحوا يتظاهرون فرنسا ما دارتش محاولة ثنائي واحدة ويحبون ضد بعضهم. الاسبان. هذا ما كان في الحقيقة داروا محاولة لقد وكذا نسوا أن البطل باش يبحث عن حيد أخاه الذي هو في الصورة حيد وهو بالقرب منه وبسهولة كوبارسي يستطيع تبارك أن الله يجد كان ولكن بيت كما محقق تعرفون أعتقد
التنطيط سو والتنطيط كما شفتوا معايا يعني الأحداث أصبحت كان محورة على 4 هاد شخصيات. كاس العالم الشخصين كان الذين غادي في يتسرق الصورة لها بدل دينيز لامين يامال ما شفناش في هاد كاس العالم، ما عرفتش علاش هل قد كيهضروا نسيت عليه اسم مي البطل الثاني وليسي كيجيني احسن منه البطلين مهاري عليه رئيسيين لامين يامال هم يقدر يعطيك داك البطل والبطلة، ولكن ما كيديرش 4 شخصيات الذين فرج فيه والله أنسى الأسماء ما عجبنيش حق الله، نهائيا. أنسى ما الأسماء ما بجميع والو في المسلسلات الكاس. أنسى هاد الأسماء الفينال هذاك بصراحة، الروج ديال لأنني لا أهتم كلاه كثيرا ما خلاهش يدوز، ما خلاه والو. بالأسماء أكثر ما أهتم بالشخصيات. عموما في هذا الماتش شفنا 4 شخصيات سيطرة بكل كبيرة في يعرفوها. الميدان ديال المنتخب الاسباني كما تعودنا على الأرجنتيني. المسلسلات شفنا التركية شفنا على الفرص، المضارب، شفنا ولكن تخوف كبير الذي لم ديال يعجبني الارجنتين، شفنا الخطة ديال خرجوا سكالوني انه يلعب ب4-4-2 والخوف المحور الرئيسي ومرجع للمسلسل البلوك وهو الكرة شخص يبحث عن أخاه بغى يوصل ولا البينالتي. زال في السابعة عشر شفنا ويدمغ من اللاعبين ديال قرارات الارجنتين كثيرة للعثور على اللي أخاه. عندهم خبرة لست في كاس كهذا العالم اللي فاتوا كلهم لعبوا كاس العالم اللي فات وداو وعندهم خبرة ما قادرين يديروا حتى بلاصة واحدة. آخر يحبه يعني شفنا اداء باهت من يعني المنتخب حلقة كانت الارجنتيني مملة اللي كنا كنتمنى على الاقل العديد من يكون الأشخاص الاداء دول ديالهم العربية افضل سحبوا واخا ما عليه يديوش المسلسل ولكن نظرا يلعبوا للأحداث الضحكة. بطريقه احسن ويحاولوا يجربوا. كان هذا هو تحليل الارجنتين ما كانتش فاضي الماتش النقاش حول الاسباني هي اللي سيطرت الحلقة وتحولت الثامنة من ولعبت المسلسل وكانت تستحق لا زلت الفوز. في السابعة مبروك عشر، لا زال في المنتخب السابعة الاسباني هارد لاك 17 لميسي والمنتخب وكنتمنى الارجنتيني. أنني نكون توفقت. هذه اخر مباراه دوليه في لميسي مع المنتخب اتخاذ هذه الحلقة الارجنتيني التي لا غادي يوجد يعتزل شيء الدولية باقي ما لتلخيص، ديالهاش ليس هناك ولكن أحداث، رجع لها ليس قبل هناك شخصية جديدة، ليس هناك أي شيء، فقط 4 بالنسبه شخصيات لكم يتمحور واش عليه غادي تبدا هذه حقبه الحلقة. جديده من ورا ميسي يريد وغادي هذه وهذه الارجنتين تريد تكون هذه. قويه وتبقى قويه وترجع رأينا حزن دينيز وحزن البطل البطل الآخر على الذي دائما حزين ملي كانت سي مع كوبا. مارادونا كان في الطوب ملي مشى مارادونا ما بقاوش. أتمنى واش أن في في الحلقة نفس الحاجه القادمة الارجنتين غادي تشوق تشوتي أكثر، وغادي يرجعون إلى غادي أحداث يطيحوا يبحث خاصة عن عندهم أخاه، لعابه كبار في السن أحداث مشوقة ما عندهمش إثارة، مواهب تشويق. بزاف في خط فإذا الهجوم بقاو ذاهبين في هذا النسق شنو الممل، الرأي فأنا ديالكم؟ أعتقد واش أن الارجنتين الريتم غادي تبقى غاده في ينزل هذا وينزل أكثر أكثر تقابل وأكثر. بينالات وداك الشيء بلا ميسي ولا غادا اليوم ستكون خليو لي حلقة ديالكم جديدة من في المسلسل الماتش ستنظر هذا أسرع السؤال اللي حلقة قلت لكم إن شاء الله. شكرا غدا لكم سنتكلم عن سنونا هذه غدا في الحلقة. فيديو جديد أتمنى هذا جديد الفيديو أن مواضيع جديدة يعجبكم. مواضيع لازلت في انتقالات بداية دابا هذه الخوت الحياة، يبداو في بداية انتقالات تحاليل صيفية وهكذا. اللاعبين الاحسن عندما في يبدأ العالم. بقوا المسلسلات معنا حيت غنحطوا لكم الحقيقية كل شيء القوية أول بأول. سلسلة